الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، سوريين وسوريات ومن العرب، من الذين يتابعون الشأن السوري أو الشؤون السورية وما يجري ويقال ويثار على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات التلفزة فيما يخص الواقع السوري. مرحبا بكم جميعا. من الآخر، أنا مع أن تسلم قوات سوريا الديمقراطية أسلحتها للدولة السورية. هاي من الآخر، يعني لا يوجد هنالك دولة وطنية حديثة تحترم نفسها مع وجود كيانات عسكرية مستقلة خارجة عن سلطات الدولة، حتى ولو كانت سوريا دولة فيدرالية وآمل ذلك. لا ينبغي لقسد الاحتفاظ بالسلاح، لا ينبغي لقسد أن تبقى قسد، يعني لأنه هي قوات سوريا الديمقراطية. طالما تحقق هذا الشرط، سوريا ديمقراطية، ينتفي سبب وجود هذه القوات. فأنا مع تسليم آه، هذه القوات لأسلحتها للدولة، لكن متى وكيف؟ هذا هو موضوع هذا الحديث، هذا الكلام. قبل الخوض في هالتفصيل المهم والاستراتيجي والضروري، آه، لا مناص من بعض التعليقات السريعة على ما جرى ليلة أمس في برنامج ما تبقى من سوريا على شاشة تلفزيون سوريا. بطبيعة الحال أنا شخص يعني نادرا ما أنزلق إلى العصبية والكلام الانفعالي، وأحاول قدر استطاعتي يعني تقديم فكرتي بطريقة هادئة ومقنعة، وأجيد يعني إلى حد ما التعامل مع المختلف مهما بلغت درجة الاختلاف بيننا. لكن مذيع الحلقة آه، آه، نجح في استفزازي بما امتلكه من مهارات وفن الاستفزاز السلبي مش الإيجابي. يعني أحيانا هنالك استفزاز إيجابي لكي تستنطق الضيف، وهنالك استفزاز سلبي لكي تعرقل وتشوش على الضيف، لكي لا يأخذ حقه في التعبير عن رأيه وفكرته. أنا ذكرت في البرنامج وأنا عند كلامي أنه أداء يعني المذيع كان استفزازيا وغير محايدا وغير موضوعي وغير مهني وغير وطني كمان. في هذه الفترة الحساسة ينبغي للإعلام السوري والإعلاميين السوريين التحلي بأقصى درجات الحساسية، وأن يتعاملوا مع القضايا السورية العالقة بهدوء وروية، وعدم التصيد في المياه العكرة وتصعيد الوضع، ويعني إظهار أو الاصطفاف مع فريق ضد فريق آخر أو جهة ضد جهة أخرى، لأنه الوضع قلق وغير مستقر. يعني سوريا الآن لا يوجد شيء اسمه يعني دولة بمعنى الدولة، كاملة الأركان والأوصاف، مستقرة المؤسسات والسلطات. في
في سوريا. فهذا الوضع القلق والمتقلب والمتوتر يعني للإعلامي خياره أن يختار ما بين التصعيد وما بين خفض التوتر والبحث عن حلول ومخارج لهذه الأزمات، أو المساهمة في اجتراح حلول عبر طرح أفكار، عبر تجسير هو ما بين المختلفين. عليه أن يختار بين هذا المقام أو مقام التشنج والعصبية والتصعيد والنفخ في الأحقاد والضغائن والترويج لخطاب الكراهية ما بين الأطراف السورية، عربية أو كردية، مسيحية أو إسلامية، سنية أو علوية، وكل تفاصيل المشهد السوري اللي تعرفه. مع الأسف الشديد آه، يعني نجح المذيع معاذ محارب إلى جري للمكان الذي يريده، وأنه أن أتعامل بشوي بانفعال وأخرج يعني عن طوري. لماذا أقول ذلك؟ أنه يعني أنه لم يكن مهنيا في إدارة الحوار. أولا يعني مقاطعة الضيف بشكل مستمر، وعدم إتاحة الفرصة له لكي يقول فكرته بشكل واضح وجلي. هذا من شأنه التشويش على الضيف والنسف في الفكرة. يعني إذا أسهب الضيف في الكلام والحشو، وقتها بإمكان المذيع أن يتدخل حفاظا على الوقت وتوزيع الوقت، لكن أن لا يترك فرصة للضيف أن يكمل فكرته ويبقى يركز، يعني ويحاول أن يستجلب الضيف إلى الفكرة التي يريدها هو. هذا سلوك غير متوازن وغير موضوعي، وفي واضح يعني انحياز واضح في هذا الخصوص. هلا إذا كان التلفزيون اسمه تلفزيون سوريا وينبغي أن يكون تلفزيون سوريا، يعني مسؤولية القناة ومسؤولية اسم القناة ومسؤولية رسالة القناة حرية إلى الأبد، تملي على المذيع أن يكون موضوعي وعلى مسافة واحدة ومتوازن في هذا الخصوص. أي شخص يعني طالب في كلية الإعلام أو له تجربة متواضعة فيما يتعلق بالإعلام، إذا رجع لأداء مقدم البرنامج سيخلص إلى نتائج التي خلصت إليها وقلتها مباشرة يعني أثناء الحلقة. عندما كان يركز على قسد باعتبار أنه موضوع قسد، لكن الاتهامات التي كان يسوقها ضد قسد موجودة عند الأطراف الأخرى. فعندما كنت أذكر أنه قسد ليست نيئة عن الخليئة، كل الوضع السوري هيك، فبيقول موضوعنا مش الأطراف الأخرى، وعلى أساس أنه هو يعني فاتح ملفات الجيش الوطني وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وكل هالتفاصيل هي، ويعني متوازن تماما، والجرعة النقدية التي يكيلها لقسد يكيلها بنفس الوزن بنفس المقياس للأطراف السورية الأخرى. وهذا ما لم أره لا في الحلقة، وأعتقد في حلقات أخرى سابقة تابعتها له لم أجد هذا النفس الموضوعي الوطني المتوازن الذي يقف على مسافة واحدة من كل الأفرقاء السوريين. هذه نقطة أيضا يعني قللت من نسبة المهنية والحيادية. فعندما تذكره
المثالب والعيوب والأخطاء التي يسجلها على قسد وتتعلق بالأطراف الأخرى يتهرب من الموضوع أنه مش موضوعنا وكذا ومن التفاصيل يعني. تكرار معلومات غير صحيحة وغير موثوقة في هذا الخصوص، مسألة القنص واستهداف المدنيين والاستهداف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وهذين الحيين لمن يعرف ومن لا يعرف يعني غالبية كردية. فهذلون القناصة راح يستهدفوا المدنيين، راح يستهدفوا الأكراد أنفسهم في وقت أنه يعني وضع قسد متوتر، يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع، لكن هو كان بيركز وبيكرر هاي المسؤولة هاي المعلومة وكأنه يعني قطعية الثبوت والدلالة. و يعني كان هنالك عناد في هذا الخصوص، ويطرح على مسؤول مساد أو ممثل مساد في هولندا ويكرر السؤال، ويطرح على الضيف في دمشق ويكرر نفس المعلومة اللي غير متثبت منها تماما يعني، ويكررها كأنه هي الخبر اليقين، وهذا مش صحيح يعني. واقع الحال والمعطيات لا تعطي آه، لقسد هذه الفرصة أنه أن يحطوا قناصة ويستهدفوا المدنيين هكذا في الشارع، يروحوا يستهدفوا المقاتلين مثلا إذا افترضنا يعني، مو يروحوا يستهدفوا المدنيين يعني. في أعين، في رقابة، في كاميرات، في ناس تصور، في إعلام يتابع يعني، مش معقول الموضوع يعني. فتكرار الموضوع على انه قسد وقناصة وأشرفية وشيخ مقصود وما بعرف شو من هالمعلومات اللي لم يذكر حتى مصدرها يعني، ما ذكر مصدرها حتى الضيف اللي من دمشق يعني يعبر عن وجهة نظر السلطة الجديدة، ذكر هاي المعلومة انه هو وعائلته مروا من هنيك وما حدا قنصهم، لكنه سمع في قتلى وفي جرحى وفي كذا، ما أعطى أرقام، ما أعطى أسماء، ما أعطى معطيات توثق هذه المعلومة التي كررها واشترها مذيع الحلقة دون تحري أو توثيق أو تبيان الأمر. المذيع هاي النقطة أيضا يعني قللت من نسبة الموضوعية والمهنية والوطنية في الخطاب يعني. صور المذيع صور وكأنه قسد التي تحارب الجيش الوطني. الموضوع مش هيك، الموضوع معكوس. الموضوع معكوس انه فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا هي التي تهاجم قسد حاليا، وهي التي تحارب وتحاول يعني اخذ المناطق من تحت سيطرة قسد يعني. الموضوع موضوع هذه المناطق الآن، هنالك حكومة جديدة في دمشق، ينبغي الحكومة الجديدة أن تبادر، هذه مسؤوليتها ومسؤولية السلطات هناك، وليست مسؤولية فصائل تركيا أو المعارضة الموالية لتركيا أن تأخذ أو تسترد الأراضي التي الواقعة تحت سيطرة قسد. الجيش الوطني اللي المذيع كرر أنه الجيش الوطني هو أصلا حاليا ينسق مع جبهة النصرة، ولا يمثل وزارة الدفاع أو السلطة العسكرية أو السلطة الأمنية لسوريا الحالية. فالقرار ينبغي أن يصدر من أحمد الشرع ومن الحكومة، والجيش الوطني يكون أداة تنفيذية لهذا القرار، وهذا ما هو غير حاصل. والهجوم هو هجوم هذه الفصائل على قسد وليس العكس، وبالضد مما سوق له وصوره وكرره المذيع في هذه الحلقة. وهذا أيضا يعني كان أصاب أداءه في مقتل فيما يتعلق بالمهنية. يعني مش حلوة انه يلجأ
أساليب فيصل القاسم. أحدهم يقول وهو القائل مثلا يعني الشعب السوري يقول وما عنده يعني هذا الكلام الفضفاض والشعارات اللي يعني تلطى خلفها. يعني هذا ما في شيء حتى الآن يعتد به ونقول أنه الشعب السوري قال كذا. متى يمكن أن نقول أنه الشعب السوري قال لا لقسد أو نعم لقسد؟ وقت ذا عندما يكون هنالك استفتاءات، عندما يكون هنالك أرقام حقيقية في هذا الخصوص تدعم موقف المذيع وتدعم موقف أي شخص يحاول الاختباء وراء أو خلف مقولة الشعب السوري قال كذا والشعب السوري يريد كذا. مش صحيح. يعني الشعب السوري في أثناء الثورة وبعد الثورة لم يعني ليسوا على قلب رجل واحد، وهذا من طباع الأمور. فيعني توقفوا عن مسألة الاختباء أو تكرار هذه المسألة، الشعب السوري والشارع السوري. الأصدقاء الأعزاء، أنا أعلم وأعي وأدرك وأحترم أنه العرب الأقحاح الأصلاء سواء كانوا بدو أو حضر لا يسخرون من ضيوفهم. يعني أنت تدير حلقة وتدير حوارا بين السوريين في شأن سوري في فترة الأزمة والتوتر والتصعيد. ما بيصير كل ما الضيف حكى كلمة تسخر في هذا يعني 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 تضع ضيفك في مقام السخرية وعلى الملأ تسخر من هذا الضيف. هذا مش فقط أنه ليس سلوكا إعلاميا مهنيا حضاريا، هو ليس سلوك البدو، ليس سلوك العرب. هذا ليس من شيم وأخلاق العرب السخرية من الضيف. طالما أنا ضيف وأنت المضياف أو صاحب البرنامج أو مدير البرنامج، فينبغي أن تحترم ضيفك مهما انتقدك، أن تحترم ضيفك، وخاصة فيما يتعلق بموضوع السخرية. أنا عندما قلت أنه هو غير مهني، وأنا أعلي وأكرر أعني ذلك، أنا لا يعني لا ألقي الكلام هكذا على عواهنه. يعني السخرية من الضيف أيضا ليست من مبادئ وأخلاق الصحفي المهني الموضوعي. قولا واحدا، موضوع المفاوضات، أنا ما بعرف مين وصل لحضرة المذيع أنه المفاوضات والتسويات هي في الأصل مقايضات، يعني مش نقيصة. تأتي وتقول قسد تطالب بكذا مقابل كذا. هذا بكرة الجيش الوطني كمان إذا بده يسلم أسلحته لوزارة الدفاع لن يكون هكذا طوعيا ومن دون مقابل، لا، سيكون هنالك مقابل بصرف النظر عن مستوى هذا المقابل. يعني ماهية وطبيعة المقابل، هل سيكون يعني له مردود سياسي، مردود عسكري، طي ملف الانتهاكات، الدمج في السلطة الأمنية والسلطة العسكرية. سيكون هنالك مقابل، ما في شيء بدون مقابل. الوظيفة التي يعملها المذيع بمقابل بلقاء راتب، مش بالمجان. فمسألة المفاوضات موجودة لأن هنالك مشكلة موجودة، وعلى الطرفين إبداء أقصى درجات المرونة لحل هذه المشكلة. تنازلات من دمشق، تنازلات من قسد، والوصول إلى يعني وتوخي سياسة منتصف الطريق للوصول إلى حلول ناجعة ترضي كافة الأطراف. يعني لا قسد يعني تحاول فرض شيء يعني يقلل من وطنية وسيادة سوريا المقبلة، لأنه لسه ما تبين شيء.
ولا دمشق التي يحكمها الآن حكام جدد يفرضوا على قسد الاستسلام والإذعان والهيمنة، وهم صاغرون. يعني ما في يعني طبيعي. يعني أنت عندما تقول أنه مفاوضات ومقايضة، هذا الشيء من طبائع الأمور. يعني ما بعرف مين موصل للمذيع أنه المفاوضات ليست مقايضات وليست تنازلات، شيء مقابل شيء، تنازل من هنا للحصول على مكسب من هنا. هذا من طبائع الأمور، هذه ليست نقيصة تسجل على قسد، بل يفترض يعني من قسد أن يعني أن يكون مثل ترحيب، أنه هم مستعدين للتفاوض لخفض سقف المطالب. وهذا شيء إيجابي عندما المفاوض أو أي طرف يذهب إلى طاولة التفاوض، يطرح أو يرفع من سقف مطالبه، وبعدين يخفض من هذه المطالب للوصول إلى صيغة مرضية. وهذا من طبائع الأمور، هذا لا يمكن أن نسجله على قسد، لا وطنيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا. فمن وين جايب هل المعلومات أنه عم يقايضوا؟ هذا طبيعي، هذا ليس انتقاصا في أداء قسد. نقطة أخرى ومهمة يعني للمتابع ولكل من حاول أن يشد أزر المذيع في سقطاته المهنية واللا وطنية. يعني دائما الإعلامي ينبغي، وفي ميثاق شرف يعني للإعلاميين وخاصة في المراحل الحساسة، أن يكون لهم دور إيجابي، دور يدفع باتجاه الحلول، لا يوتر الأجواء، لا يسمم الأجواء. يشوف أنه هنالك في سوريا في بلده المنكوب الجريح ملتقى معين في زاوية معينة في منطقة معينة، ناس مجتمعين بدهم يعني يتواصلوا ويتفاهموا. يجي هو يصب نار الكراهية على حطب الكراهية ويعطف عليها ويضيف إليها زيت الكراهية. هذا سلوك غير وطني، غير وطني. يعني هيك سلوك يجبر ألد خصوم قسد للدفاع عن قسد، ليس لأنه قسد شيء كتير منيح، لا، لأنه التعامل بهذه الطريقة شيء كتير مشين ويضر بالوطن وبالمواطنين. يعني قسد والموالين لقسد ومقاتلين قسد فيهم عرب، فيهم سريان، هؤلاء بشر، ينبغي أن تكون سلامتهم وحياتهم من أولويات المذيع ومن أولويات القناة ومن أولويات أي إعلامي سوري متوازن ومهني ووطني. ما يكون الموضوع في اتجاه التصعيد ونفرح والله التركي بيساعد السوري لقتل السوري، فين الطيران التركي، فين المدفعية التركية، ومن الكلام هذا يعني. والمذيع كرر انه دائما يعني اكثر من مره فصائل الجيش الوطني، شوفوا هذا التعبير الغير منسجم، فصائل الجيش الوطني. هو بيعرف ومن موقعه كمذيع ويعني كمعارض للنظام السوري السابق وموالي للنظام السوري الحالي، يعلم انه المعارضه السوريه ممثله في الائتلاف فشلت في إخضاع الجيش الوطني لوزارة الدفاع الموجودة، وزارة الدفاع اللي ما بعرف مين بيرأسها في الحكومة، حكومة مصطفى، ما بعرف يعني الائتلاف فشلت أنه هذه الفصائل تكون خاضعة
لسيطرة هذه الجهة السياسية والواجهة السياسية. لكن مسد نجحت حتى الآن. هنالك في شيء من يعني بالقياس مع هذا ليس مدحا، هذا توصيف حال. يعني العلاقة ما بين مسد وقسد، الواجهة السياسية والواجهة العسكرية، هنالك انسجام أكثر يفوق ويتجاوز بسنوات ضوئية الانسجام الموجود بين فصائل الجيش الوطني والائتلاف المعارض. اثنين، بس بدي شي حدا يوصل للمذيع، وهو سيصل للمذيع، يعني انه ما في شيء اسمه جيش وطني وداخله فصائل. فهذا الجيش الوطني فشل على امتداد تشكيل، يعني من ايمتى تشكل هذا فشل في دمج العمشات والحمزات والعفشات والبطحات ضمن جيش وطني يكون نواة لجيش وطني. فشل. هلا جبهة النصرة استفادت تقول يعني وتسوق وتصدر لتجربتها في إدلب فيما يتعلق بالحكم والإدارة في هذا الخصوص. لديها تجربة في تقول يعني في انه إدارة دولة مش كإدارة محافظة أو مقاطعة أو كانتون مثل إدلب. مع ذلك لديها تجربة تعتد بها وتصدرها. الجيش الوطني لا يصح أن تسميه جيشا وطنيا طالما بقيت فيه حتى الآن فصائل. هذه ما في جيش وطني دعائمه القوى الميليشياوية الفصائلية. ما في بأي حق تقول عدا عن أنه هذا الجيش الوطني يعني بيشتغل مرتزقة عند الأتراك. التركي عنده مشاكل في الأرجنتين بده يبعث المقاتلين السوريين، عنده مشاكل في ليبيا يدعم موقفه ونفوذه وأصدقائه في ليبيا، بيبعث المساكين العساكر اللي فصائل الجيش الوطني. أبو عمشة قاعد هنيك وبيبعث المقاتلين بالرواتب على أرمينيا، على أذربيجان يقاتلوا الأرمن، على ليبيا يقاتلوا الليبيين. هذا مش جيش وطني. فأنت فشلت حتى الآن في تشكيل جيش وطني ودمج هذه الفصائل. بدك من قسد يعني تسلم أسلحتها هكذا فورا على عمياني وخلص، وإذا لم تسلم أسلحتها فسنة وإلى الحرب وهذا اليوم اللي كنا نريده. ما مش هذا كلام يعني كلام لا رباط عليه. يعني بالعودة لموضوع الفيديو، نعم أنا مع قسد تسلم أسلحتها وتندمج ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية. وأعتقد أنه ما رشح من اللقاءات بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي في هذا الاتجاه، وأنا أدعم هذا الاتجاه. لكن أنا ضد، أقولها بوضوح، والكلام موجه لقسد قبل الحكومة السورية، أنا ضد أن تسلم قسد سلاحها للحكومة السورية دون أن يكون هنالك بالفعل شيء اسمه الدولة السورية متوازنة وحكومة مشكلة ودستور وكل هذه التفاصيل. ينبغي أن يكون لتسليم السلاح خطة ومسار قانوني، مسار دستوري، مسار سياسي. أنا هكذا أفهم عملية نزع الأسلحة في الصراعات والنزاعات الداخلية على مستوى الدول. يكون هكذا، لا يكون تعالوا سلموا سلاحكم واندمجوا وخلاص وانتهى الأمر. لا، القضية مش هيك، مش بهالبساطة التي يتصورها يعني بعض الأخوة العرب ويحاولوا الآن. ما في شيء اسمه جيش سوري
ما في شيء اسمه أمن سوري، ما في شيء اسمه دولة سورية، حكومة ثابتة ومنتخبة وشرعية وبرلمان شرعي ومنتخب، وتعالوا سلموا أسلحتكم وخلص انتهى الأمر. مش بهالبساطة. إذا قست بتساوي هيك، فقست تخون القضية التي تأسست من أجلها، سوريا ديمقراطية. إذا قست سلمت أسلحتها بالمجان بدون أن يكون هنالك ضمانات دستورية للمكون السرياني، للمكون التركماني، للمكون العربي، للمكون الكردي، المكونات الموجودة داخل قسد والمكونات الموجودة في سوريا، فقسد تخون القضية الوطنية والقضية الديمقراطية بامتياز. ينبغي أن يكون هنالك بالفعل شيء اسمه دولة وطنية، دولة حديثة، دولة مقنعة ومرضية، وليس دولة قصرية. الدول الوطنية تبتنى وتنتج وتتطور بالإقناع والإجماع، مش بالقهر والتهديد والعنف. صدام فشل في فرض الاستسلام على الأكراد. يسمعوا الأخوة العرب اللي بيشوفوا من صدام حسين رمز قومي وقائد الأمة والقادسية، صدام فشل. حافظ الأسد وبشار الأسد كمان فشلوا. مصطفى كمال آتاتورك وحتى أردوغان، كل رؤساء جمهورية تركيا فشلوا في فرض الاستسلام على الشعب الكردي. لن ينجح هؤلاء الذين يدفعون ويحرضون دمشق وأحمد الشارع لفرض الاستسلام على الكرد، ما راح ينجحوا في هذا الخصوص. فأنا أقولها وأؤكد على هذا الموضوع، يعني سلاح قسد ينبغي أن يكون سلاح الدولة وليس ضد الدولة. الدولة الوطنية، الدولة الديمقراطية، الدولة الحديثة. في حال تحقق هذه الشروط وقسد رفضت تسليم أسلحتها وقتها، لا يكون هنالك غطاء شرعي، لا يكون هنالك يعني مبرر. وقتها سنكون جميعا مع الدولة ضد قسد. إذا يعني بالفعل تحققت شروط المواطنة، الدستور الوطني، الجيش الوطني، جيش غير مؤدلج على منهاج أهل السنة والجماعة والمسائل هاي، يعني لا، يكون فعلا جيش وطني، لا انحيازات طائفية، لا انحيازات قومية. جيش وطني، وطني مش جيش فصائلي يدار بمنطق الجماعة الإسلامية. وقتها الجيش الوطني يملي علي أنا سياسيا وأخلاقيا وأدبيا وثقافيا أن أدافع عنه وأدافع معه ضد العمشات إذا رفضوا تسليم أسلحتهم، ضد قسد إذا رفضت تسليم سلاحها لهذه الدولة المحترمة. ريثما يتحقق هذا الشرط في تقديري، وهذا يعني شرط أو مطلب لكل السوريين، لا يخص فئة معينة، جهة معينة. نحن نريد دولة محترمة تحترمنا لكي نحترمها، تدافع عنا لكي ندافع عنها. منطق الدولة القهرية والجبرية والاستسلام والإذعان والتهديد وسنة الرماح، هذا صار من الماضي، يعني صار من الماضي. وإعادة تشكيل جيش، الناس بتشوف بتتابع، يعني تشكيل جيش وطني يستحيل أن يكون نشيده وعقيدته صليل السيوف. هي تكون قاعدة، يعني مستحيل. الناس اصلا ما عاد فيها كميه الاسلحه والذخيره. انت بدك تعمل جيش وطني، بدك تجيب سلاح. هذا سلاح حتى تركيا لن تعطيك السلاح، لانه تركيا نفسها مراقبه.
لن تعطيك سلاح إذا هذه الأسلحة استخدمت ضد المواطنين السوريين أو ضد الجماعات السورية. لا الأوروبيين سيرضون ولا الأمريكيين سيرضون. فهل خطاب العنتريات والتهديد والمسائل هي صارت من الماضي. يعني كثيرا ما يقال أنه قسد تستقوي بالخارج. من حق قسد أن تستقوي بالخارج، من حقها. وأنا قلت في البرنامج كمان يعني أنه هنالك أسهم أمريكية وأوروبية وحتى عربية في قسد، لأنه قسد حاليا بشكل من الأشكال إحدى ضمانات الديمقراطية في سوريا. موضوع الأقليات، ملف الأقليات هو إحدى ضمانات سوريا حديثة ووطنية. يزعل أحمد الفاخوري يقول إنه والله السنة كانوا أكثر ضررا وما بعرف شو. نعم، هذا كلام لا غبار عليه، لكن السنة كانوا أكثر مظلومية وأكثر ضررا. هذا لا يعني أنه الدولة تبتنى على أساس سني. لا، تضحيات السنة، دماء السنة هي دماؤنا، دماء كل السوريين. لكن هذا ليس منصة أو شماعة لكي نبني عليها دولة ذات عقيدة سنية. ما في دولة وطنية ذات عقيدة دينية معينة أو خاضعة لطائفة معينة أو ملة معينة أو قومية معينة أبدا. فالاستقواء بالخارج لأنه هنالك يعني الدول مصالح. الأمريكيين عندما يدعمون قسد مش قضية أنه والله مكافحة الإرهاب وخلص. لا، هنالك شيء يعني استثمرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، الفرنسيين والبريطانيين والألمان والأوروبيين بشكل عام. فهذا الاستثمار الموجود داخل قسد يعزز موقف قسد دوليا. وينبغي يعني هدلون اللي بيلقوا كلام على السوشيال ميديا هيك على عواهنه يعني أن يراجعوا أنفسهم بالتأمل والتأني، أنه كيف يمكن أن نصل إلى تفاهمات مع هذه المؤسسة اللي اسمها قسد. في الوصول إلى تفاهمات مع قسد هو وصول إلى تفاهمات مع واشنطن ولندن وبرلين وباريس، لأنه هذه المؤسسة مش بس تمثل مصالح المنتسبين إليها، لا، تمثل مجموعة محترمة من المصالح الأجنبية. فما راح يتركون هيك لإلكم يعني ما بعرف أنا. الاستقواء يعني فصائل المعارضة ألا تستقوي بتركيا؟ في نفس البرنامج الضيف من دمشق كان بيقول انه والله اذا القسد ما اجوا راح نلجأ الى تركيا والاستقواء بتركيا في نفس اللحظة. هذا مش استقواء بالخارج يعني. فيما يتعلق بالاستقواء بالخارج لهيئة تحرير الشام وللعمشاد والعفشاد فقط تركيا، بس لقسد طيف واسع من الداعمين، من ضمنهم عرب، من ضمنهم عرب، مصر، السعودية، دول الخليج. في حال يعني تعرضت قسد لمأزق ما، هذه الدول الداعمة لقسد ستدافع عن قسد، ما راح تتركها هيك. فموضوع الاستقواء مش استقواء يعني لحل لو موقف قسد القوي. وانا رديت في البرنامج انه مسألة المفاوضات من اجل المفاوضات مش قسد اللي تسعى اليها، لانه قسد مش محتاجة، احمد الشرع اللي محتاج انه يمدد حتى يرتب اموره. وكيف راح يرتب اموره انا ما بعرف يعني. فالاستقواء يعني قسد بمين راح تستقوي؟
بمهند القاطع مثلا، بمحمد صالح عويد، بمين راح تستقوي قسد يعني؟ بمين؟ طبعا ستستقوي بموقفها المعزز دوليا. على سيرة مهند القاطع، فقط هيك للمعلومة يعني، في الأزمة ما بين الكرد والعشيرة الكيكان الكردية والبقارة، أزمة وصار في اقتتال يعني قبلي. العرب الأصلاء أبناء المنطقة من ضمنهم الشرابيين أجداد مهند القاطع والحرب والشمر، وربما يعني قبائل عربية أخرى كمان كانوا مع الكرد ضد البقارة. فهل يمكن أن نقول لأجداد مهند القاطع أنه كانوا خونة ووقفوا مع الكردي ضد العربي؟ لا، مش صحيح. كانوا أبناء منطقة وشافوا أن هنالك تعدي وتطاول من قبيلة عربية على قبيلة كردية جارة، وحتى على يعني القبائل العربية كمان. وقت ذاك ما كان في شيء اسمه فكر بعثي، ما كان في شيء. المصلحة، مصلحة البيئة، مصلحة المنطقة تقتضي تشكيل تحالف كردي عربي ضد ظلم قبيلة عربية، ضد ظلم جهة عربية. والآن أيضا مصلحة أبناء المنطقة، يعني في كثيرين من الجهل والغباء بيروحوا بيسجلوا نقيصة على ابن الدير أو ابن الرقة أو ابن الحسكة أو ابن الشدادة الموجود داخل قصد عنه، على أساس هذا خيانة، وأبناء عمومتك وأبناء خؤولتك، وأنت شلون تكون مع الكردي ضد العربي، ومن هالكلام هذا. هذا كلام لا علاقة له بالوطنية، هذا كلام يحرض على العنصرية، وكلام طائفي، وكلام يعني يضرب أواصر الأخوة ووحدة المصير للمكون العربي والمكون الكردي في الجزيرة. في قسد يوجد شرابيين، في قسد يوجد يعني ما فينا، يعني أنا ما بدي أحكي نظرة القبائل العربية بعضها لبعض، كيف أهل الدير بيطلعوا أهل الرقة، كيف أهل الرقة يعني مسألة التعامل بدونية مع الشواية، ولا مش والشواية وأهل الدير كيف بيطلعوا على الشرابيين. أنا ما فيني يعني، أو ما بدي خوض في التفاصيل. هذا الائتلاف اللي اسمه قسد لنا مشكلة مشتركة معه، هي مشكلتي أنه كيف نحرر قسد من حزب العمال وهيمنة حزب العمال الكردستاني. لكن هذه القسد يمكن أن نبني عليها شيئا إيجابيا يخدم سوريا ككل، ويخدم أبناء المنطقة بالدرجة الأولى، سريان، عرب، كرد. نبني عليها شيء إيجابي، مش نشيطن ونهاجم ونطعن ونخون ونستهدف. والمصلحة يعني ما في مصلحة لأحد في هذا الخصوص. اللي بينفخ في هذا الموضوع، اللي يحاول أن يستجلب الاحتلال التركي، أو يحاول أن يضع قسد بين فكين، أحدهما تركي والثاني من دمشق، يعني ينفخ في هذا الاتجاه، رهانه خاسر، ويضر بأبناء قبيلته وعوائله وبني جلدته من المكون العربي، بصرف النظر عن القبائل، كانوا شرابيين أو شمر أو طي أو بني سبع أو أي من، أو الحرب من المكونات والقبائل الموجودة في مناطق سيطرة قسد. في شغلة أخرى كمان كنت حابب أقولها، أنه دائما يقال السلة الغذائية في منطقة الحسكة وينفردوا بالسلة الغذائية.
مش صحيح يعني ينفردوا بالسلة الغذائية، مش صحيح. يعني أنا ذكرت في البرنامج وأكرر على مدى كل هذه السنوات وحتى الآن السيارات التي تدور في دمشق من بترول سوريا يعني. آه، عندما كان أبو محمد الجولاني في حاكما على إدلب، البترول كان يدخل إلى إدلب رغم الخلافات. هلا المذيع بيقول انه والله بالمصاري، طبعا بالمصاري. انت شفت شي مرة السعودية توزع البترول على ابنائها وعلى المحافظات بالمجان؟ انت شفت هيك شيء؟ جيب لي دولة في العالم، قطر اللي يعني دولة نفطية ودولة غاز، لا توزع البترول مجانا على مواطنيها. هنالك شيء. يعني أنت تطالب قصد أنه تبعث بترول على أماكن جبهة النصرة بالمجان، تبعث للنظام السوري بالمجان؟ لا. أنت من وين جايب هالحكي؟ هذا مش صحيح. فهذه ليست نقطة تسجلها قصد أنه عندما كانت ترسل البترول إلى دمشق وإلى مناطق إدلب كانت تاخذ مقابله فلوس، وطبعا راح تاخذ مقابله فلوس ولازم تاخذ مقابله فلوس. هذه ليست نقطة، لأنه هذا من طباع الأمور يعني. يعني الموضوع مش صدقة أو بالمجان. البترول لا يوزع هكذا. الدولة تبيع الخبز للمواطن تأخذ منه مقابل. انت جاي تقول له انه والله بالفلوس مش بالمجان. المشكلة اذا قطعت حتى ولو بالفلوس. طبعا المذيع لم يترك لي فرصة انه اشرح الفكرة يعني اكثر للمشاهدين. اذا قطعت قسد البترول عن ادلب، وقتها يعني ادلب كيف ستعيش؟ المعامل الافران السيارات كيف ستدار؟ دمشق هكذا. لو كان لقسد موقف، قسد لديها يعني قنوات لتصريف البترول لديها، وكانت تبيع البترول لتركيا كمان، داعمة الجيش الوطني. فمن طباع الأمور أنت ما فيك تسجل هاي النقاط. يعني أتمنى أن يكون هنالك بالفعل نقاط يعتد بها. بيروحوا بيستهدفوا قسد بناء على الموقف الكردي والخلافات الكردية يعني. وهذا موضوع آخر وهذا شيء آخر يعني، موجود مثله وأضعاف أضعافه في الوسط العربي. بمعنى أنا شخصيا أتمنى وآمل في هذه الفترة أنه الخطاب الإعلامي يكون متوازن ومهني وبعيد عن الشيطنة. لا نشيطن أحمد الشرع والحكومة الجديدة، ولا ننظر إلى هذه الحكومة بعين القداسة والدوغما والملائكية. لا نشيطن قسد ولا ننظر إليها بعين الدوغما والملائكية كما ينظر القسديون إلى قسد. بهيك نظرة، بهيك تشنجات، بهيك عصبيات، بهيك تخندقات، السوريون هم الخاسر الأول والأخير. ما رح نطلع من هاي الأزمة ومن هاي المعمعة. آمل أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على بعض النقاط التي ارتأيت أنه من الأهمية بمكان أن تحظى بالمزيد من الإنارة والاستفاضة لكي تكون الصورة واضحة وجلية. هذه آرائي وقناعتي، قد أكون مخطئا فيها. وعلى الطرف الآخر أن يؤكد لي مستوى الخطأ الموجود في كلامي بمهنية وبالوثائق وبشيء من التوازن والعقلانية، على أمل
أن تنتهي هذه المرحلة ويكون الشعب السوري هو المنتصر، وهو المستفيد. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.